بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض الباستا فلورا او طارت المربى. اول حاجه انا هعملها، هجيب نفس المج اللي هعاير بيه. المج اللي معايا ده اخد كوبايه وتلت سكر بودر. كوبايه وتلت سكر بودر، وهجيب كوبايه من نفس المقاس سمنه على زيت. انا بحب احط فيها زيت ليه؟ عشان دي تعتبر من البسكوتات، عشان تديني قرمشه، تبقى قرمشه جميله كده مع الشاي. ومعايا 3 بيضات، ومعايا بنفس المج 4 دقيق ورشه ملح، ومعايا هنا باكو بودر لان انا عامله 4 كوبايات، هو تقريبا معلقه كبيره. هضيفه على الدقيق واقلبه البودر الباكو، ومعايا ذره ملح صغيره خالص في معلقه، هقلب دولت. ومعايا 2 باكو فانيليا، 2 باكو فانيليا، 2 اهو. انا هجيب الوقت السمنه وهحطها على السكر وهضربهم كويس جدا بالمضرب، واحط الفانيليا فوق. لما اجي اضيف البيض واحده واحده كده مع بعض. جبت معلقه كوبايه سمنه، دول كوبايه وتلت قلت سكر، ودي كوبايه بنفس المج بتاعي. انا حطيت يا دوب ربع بس زيت او اقل من الربع، وبعدين هفضها هنا على السكر، هفضها كويس بالمعلقه اللي في الكوبايه ده او في المج، هشيل وهضربها بالمضرب بتاعي لحد ما تبقى زي القشطه، وبعدين نشوف مع بعض. ما شاء الله القوام بقى كريمي، وحطيت ال3 بيضات واحط الفانيليا واضرب لحد ما يختفي البيض. ما شاء الله شايفين القوام بقى كريمي ازاي؟ بقى كريمي وجميل. انا هلمه بالبسيوله دي، وهحط دلوقتي البيض معايا. ال3 بيضات هحطهم. ما شاء الله شايفين المكونات اندمجت مع بعضها، والقوام بقى كريمي وجميل جدا. انا دلوقتي قلبت باكل بودر وذره الملح على الدقيق. هحط الدقيق. طيب الدقيق هنا بيختلف من نوع لنوع. هعمل ايه؟ انا هلم الدقيق بتاعي. افرض ان انا لقيته محتاج حاجه، ممكن اضيف بيضه او معلقه سمنه او معلقه لبن، لان انا دلوقتي يعني انا هشوف لسه هلمه مع بعض. انا هنا مش بعجن البسكوتات، ما بعجنهاش عشان ما تعملش عرق، عشان تبقى دايبه. فانا بلم كده زي ما انتم شايفين، بجمع الدقيق والم. انا دلوقتي بشتغل كده، وبعدين هجمعها برضو بايدي، بس اما ايه، احاول يعني ادخل المكونات في الدقيق. هنشوف مع بعض هنحتاج حاجه ولا لا. وزي ما انتم لاحظتوا البسكوتات دايما بتحتاج سكر بودر علشان تبقى ناعمه. اللي بيحب يحط شويه زيت بتدي جمال للبسكوته، بتخليها مقرمشه زائد اللي هي دايبه، يعني بتديلها قرمشه تقعد وقت اطول، عشان اللي بيحبوها بسكوته جنب الشاي او حاجه زي كده. ما شاء الله شكل عجينتنا مش هتحتاج حاجه، شايفين؟ ما شاء الله بدات تبان اهي، شايفين؟ يا دوب اجمعها بقى بصوابعي. الحمد لله مش هتحتاج اي حاجه، لان خلاص بدات تتشرب اهي. وانا مش بشتغل بصوابعي كمان، انا بشتغل بتجيبي معايا طريه اصلا، يعني مش مجمعه كويس. شايفين بدات تتجمع اهي؟ هجمعها بصوابعي ونشوفها مع بعض. ما شاء الله شايفين العجينه جميله جدا. هغطيها على ما اخف المربى. انا معايا مربى مش هخفها شويه بمعلقه ميه، عشان انا مطلعاها من التلاجة، لان انا اللي عامله المربى دي، وهقول لكم عاملاها ازاي دلوقتي. انا فضيت المربى وحطيت عليها معلقه الميه واخفها كويس لحد ما تغلي غلوه. ليه؟ لان انا عايزاها تبقى سهله وانا بفردها، لان انا كنت عاينه البرطمان في التلاجة. انا بعمل مربى ازاي؟ اي مربى، اي نوع من الفواكه، كيلو صافي بعد التنظيف والغسيل وكل حاجه، له كيلو الا ربع سكر، وهتغليه لحد يعني ممكن احط السكر على اي نوع، فراوله، مش بعد طبعا الغسيل والتقطيع وكل حاجه.
احط الكيلو الا ربع سكر واخليه عليها لحد ما ينزل الميه بتاعته، وعلى نار هاديه لحد ما ياخد مرحله السوا. لو في ريم ولا حاجه بشيله، احط الروايح اللي انا عايزاها. لو حاجه مثلا زي القرع العسلي، او في حاجات بحط لها قرنفل وفانيليا، وفي حاجات ما بتبقاش محتاجه لا تحط لا قرنفل، بس الليمون ليمونه كبيره لكل كيلو ساعه ما يجي يعقد وتسيبيه. طيب هعرف انها استوت ازاي بقى؟ لما اخد معلقه من الحاجه بتاعتي واحطها في طبق وملاقاها ما سيلتش، الاقيها مكانها زي ما هي، في الحاله دي يبقى المربى بتاعتي استوت. وان شاء الله باذن الله هعمل معاكم بقى. انا هستنى لما هي تاخد غلوه ونشوف هنعمل مع بعض. فردت العجينه بالمنظر ده، انا هحطها في الصينيه دي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. من العجينه وعملتها مطوله لان الصينيه اللي عندي طوليه مستطيله، فهاخدها واحط عليها مشمع تحت ومشمع فوق، وهعملها وبعدين احطها في الصينيه. هفردها بالمنظر ده كده، هقعد افرد فيها لحد ما تدي يعني قرب الصينيه تقريبا، وبعدين احطها في الصينيه واكمل. ماشي، شايفينها؟ هقعد افرد فيها بقى. ان شاء الله فردت العجينه في الصينيه المستطيله اهي. انا همسك شوكه وهخرمها عشان ما تقبش، عشان ما ترتفعش النار ما ترفعهاش عن الصينيه. شايفين الشوكه كده كلها كده. وبعدين ايه اللي هيحصل بقى؟ هحط انا معايا المربى فكيتها بمعلقتين ميه اهيت معايا، وهمسك بالمعلقه وهوزع على الصينيه كلها اي نوع مربى انت عايزاه او حباه. اما اخلص الصينيه هنشوفها مع بعض بالمنظر ده ان شاء الله. شايفين ابشرتها اهوت. انا هحاول اشيله بالراحه كده. بصوا على سن السكينه. طبعا انا مش عارفه اشيله علشان انا بصور، فانا هوريكم يعني بشيله كده بالمنظر ده على السكينه، وهنقله على الصينيه بتاعتي. لو انتوا لاحظتوا ان انا عامله للصينيه حرف صغير كده اهو، ودهنت الصينيه كلها بالمربى كويس. هنشوف هنعمل ايه بقى. هنحط على الوش يا اما شرايط يا اما جزء من العجينه مبشور. انا هعملها الصينيه بنصين، وفي صينيه تانية هعملها صغيره باشكال تانية. هنشوف مع بعض الوقت. كل اللي هعمله زي ما فردت العجينه اللي تحت دي، هفرد عجينه بس مش بنفس السمك، ارق شويه. انا خلصت نص الصينيه اهو. هنشوف بقى هنعمل النص التاني ده ازاي. جزء من العجينه وعندي قطعات، هعمل اشكال وهسيب جزء برضه هعمله ابشره. فانا يعني مثلا ده على شكل ورقه شجره، شايفين بالمنظر ده الحجم ده، وفي حجم اصغر منه بس انا اخترت الحجم ده. هعمل كام واحده وهعملهم على الدوائر، وعندي على شكل قلب وعندي على شكل مدور، فاحنا هنشوف هننظمهم ازاي. شايفين ما شاء الله الجمال. عملت بالقطعات اللي عندي وفي نفس الوقت عملت بالسكينه اهو مثلثات ومستطيلات. يعني معنى الكلام تقدري تشكلي على وشها اي حاجه عندك، لو بغطاء ازازه، لو بفنجان صغير، اللي انت عايزاه انت بتعملي اللي انت عايزاه. لسه هكملها ونشوف مع بعض. بشرته بالمبشره، همسكه اوزعه كده في الفراغات اللي عندي، مثلا هنا شويه كده كده، هنا شويه. ده كله ليه؟ عشان اوريكي ان انت ممكن تعملي باي شكل انت عايزاه. اوزعه في الفراغات عشان بثبت لك يعني. وهعمل كور هنا احطها في المسافات دي برضه. ما شاء الله شايفين الجمال. دي مش صينيه باستا فلورا او بسكوته او تارت، دي حاجه كده تحفه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين الجمال؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابدعي ابدعي زي ما انت عايزه. ما شاء الله شايفين الجمال. البسكوته بتاعتي او الباستا فلورا او التارت طلعت تحفه فنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوفوا المنظر وجماله، فيها كل الاشكال اللي ممكن تعمليه ما شاء الله. هقطع جزء ونشوفه سوا مع بعض. ما شاء الله شايفين؟ شايفين والجمال. بسكوته جميله جدا. تاخدي قطعه مع كوبايه الشاي او كوبايه اللبن او القهوه، حاجه كده اخر مزاج ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين؟ جميله جدا.
اخد قطعه من هنا برضو، انا عاملاها دي قطع مربعات برضو علشان انا محافظه على الشكل. شايفين الجمال؟ بألف هنا وشوفوا، جربوها، طريقة سهلة، بسكوتة جميلة مغذية حلوة أوي أوي، تغني عن فطار لو انت مستعجلة أو عشاء. بألف هنا وشفا.